بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده نتكلم عن ليه اتسمى شداد ابن عديم، اللي هو ذي القرنين. اتسمى ليه شداد ابن عديم؟ شداد دي يعني اللي هو أذير، وقلنا أذير يعني شديد أو قوي، فهي نفس المعنى. ليه اتسمى بقى بعديم؟ بعديم دي لأن أبوه اللي هو كونه ده يقال إنه كان بيتلصص على النساء اللي بيستحموا كده، وشافوا الكاهن، فالكاهن اما شافه هو قتل الكاهن، فجيه التثوع اللي هو بتوع الحكم، يعني جابوا الطور وذبحوه، وجابوا الحته اللحمه وضربوه بالديل بتاعها، وبعد ما كلوه كلام من ده من اللحم بتاعها ضربوه بالديل، القتيل ده بالديل بتاعها، فقام فقال ان هو اللي حصل ايه، ان هو شاف كونه هو بيتلصص على النساء، فاما حب ان هو هيفضحه كلام من ده فقتله. دي المقولة اللي هي الموجودة عندهم، وبناء على ذلك حكموا بالإعدام على كونه اللي هو كان الحاكم بتاعهم، وكان واحد من من التسوع اللي هو بتاع الحكم في عين شمس. دي خد منها بعد كده لما نيجي نشوف في سورة البقرة، موضوع البقرة ويضربوه ببعضها وكلام ده يقوم وكلام من دي كله. الدين واحد، الدين واحد في كل من اول ادم لحد قيام الساعه، الدين الله واحد، وهتلاقيه كله متسلسل على بعضه بنفس الطريقه. سفر الرؤيا مثلا في المسيحيه هتلاقيه عند منيتيلوس السمنودي، سفر الرؤيا برضه موجود قبل ما سفر الرؤيا ده ب 400 سنه كان موجود، وطلع وصعد وشاف ووصف الوصف نفس الوصف اللي هو وصفه يوحنا، نفس الحكايه. فدين الله واحد لا يتجزأ. والسلام على المتابعه الهند.